حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للتحقق من نقض بني قريظة للعهد في غزوة الأحزاب، قال لأصحابه الذين أرسلهم: إن كان اليهود قد نقضوا العهد حقا، قال: فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد المسلمين. لا تأتوا فتصرحوا بأن اليهود قد نقضوا العهد فتفتوا في أعضاد المسلمين. لذلك نشر كل ما يقوي عزائم المسلمين في وقت الفتن وفي وقت الأزمات هو ديدن الإسلام، وهو روح الإسلام، وهو مطلب شرعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. ويقول في جانب آخر: من قال هلك الناس من تفاءل بالشر ونشر الذعر بين المسلمين وفت أعضاد المسلمين ويأسهم، قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. لذلك بث روح الأمل في قلوب المسلمين، لا سيما في زمن الفتن والأزمات، ونشر الصور التي تشفي صدور المؤمنين وتزيد من عزائمهم، هذا دليل على أنك متقيد بتعاليم الإسلام. قال: فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس.